السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعيد. في هذا المقطع راح أخبركم قصتي في بداية قناتي في اليوتيوب. فطبعا هذا الفيديو مميز لأنه أول فيديو في قناتي، فسميت قناتي سعيد اس زد. وطبعا هذا الاسم جه في بالي، قلت خلينا أقرب أسمي هذا الاسم. فصراحة كنت مسمي عمري سعيد 2010 زاهر واحد. طبعا هذا الاسم كان طويل، فقالوا لي الناس ليش ما تسوي اسم قصير؟ قلت لهم انزين بحاول أختصر، قلت أقرب أسوي سعيد اس زد. فطبعا قبل بداية المقطع أتمنى أنكم تضغطون زر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات والاشتراك في القناة أيضا، وخلونا نبدأ المقطع. فصراحة بدايتي في اليوتيوب أو بداية أنا كنت ما عارف أبدا شيء اسمه مونتاج، لا عارف شيء اسمه يعني تقدر تقول إنه صور مصغرة، لا عارف شيء. يعني كنت أول بداية ما عارف شيء عن اليوتيوب صراحة. بعدين بدأت تتطور، بدأت أشوف فيديوهات، بدأت أشوف الإعدادات. صراحة بدأت تتطور في سنة 2021. طبعا هذه السنة سنة ازدهار بالنسبة لي. لماذا يا سعيد؟ لأن هذه السنة وصلت ل 400 مشترك أو 300 مشترك وكذا وشيء. بصراحة أنا ما أذكر، كان عندي قناة قلت لكم قبل الناس اسمها سعيد 2010 زاهر واحد. طبعا هذه القناة كنت أنا واجد مجتهد فيها، وسويت مصور مصغر، بدأت أتعلم فيها وأتعلم أيضا فيها المونتاج. طبعا خلونا أول شيء نبدأ في البداية. بدايتي كانت أول بداية تعلمت المونتاج فيه. صراحة لما تعلمت المونتاج أول بداية حسيت معقد. ليش حسيت معقد؟ لأن كنت أول بداية ما أعرف شيء ولا شيء يعني كذا، يعني تقطيع الفيديو ولا يعني كنت ما أعرف هذا الشيء. وأيضا ما أعرف شيء اسمه المؤثرات الصوتية ولا الكروما ولا أي شيء من هذا القبيل. فطبعا بدأت أشوف شروحات في اليوتيوب، والحمد لله رب العالمين بدأت أتطور، وهذا التطور ساعدني جدا، وصار فيديوهاتي على الأقل يجيب مشاهدات معقولة يا جماعة الخير. فنعم بعدها انتقلت لشيء اسمه الصور المصغرة. الصور المصغرة ثاني ولا هو أهم شيء، أهم المونتاج. تعرف يا عزيزي المشاهد ليش أهم المونتاج؟ فطبعا المونتاج ليش ما أهم من الصور المصغرة؟ لأن الصور المصغرة أول شيء يشوف المشاهد هو الصور المصغرة، هو اللي يخليه يضغط على الفيديو. مثلا إذا كانت الصور المصغرة ممتازة وجيدة وكل شيء وجودتها عالية مرة، يعني هذا المشاهد أكيد بيدخلها. يعني أول شيء كيف المقاطع يجيب المشاهدات؟ الصور المصغرة بكل اختصار. الصور المصغرة واحد من أهم الأشياء عشان تبدأ فيها القناة، إنك تعرف تسوي صور مصغرة ممتازة. ثانيا المونتاج بعدين. طبعا بعدين بديت أتطور. كيف يعني سعيد بديت أتطور؟ بعدين قمت جبت لي مايك. صراحة يوم جبت لي مايك لاحظت جودة الصوت جدا ممتازة. فبإذن الله تعالى قلت بقرب أسوي في المونتاج صوت المايك وأضبط، يعني فاهميني، لا أضبط جودة المايك وغير من هذه الأشياء. بدأت أيضا أتعلم الكروما. واحد من أهم الأشياء هي الكروما. ليش الكروما أهم شيء من أهم الأشياء؟ لأن الكروما في ناس يقول هذا الاسم غريب علينا. هي يعني مثلا تقدر تسوي مثلا علامة الاشتراك في أي مقطع من مقاطعك. نعم حاليا وصلت تقريبا لي 300 مشترك. كنت مرة صراحة فرحان، وبديت اتطور. تخيلوا من كثر التطور اللي انا وصلت فيه، ما يعني ودي اتكبر، لكن صراحة بديت اصور 4K. تخيلين يا جماعة الخير نزلت مقطع 4K، ومقطع 4K وصورة مصغرة ممتاز. تعبت عليه. كان ذاك المقطع من افضل المقاطع اللي انا نزلتها. صراحة ما اتذكر المقطع ايش اسمه، بس كان واحد من افضل المقاطع اللي انا نزلتها. فطبعا بديت واصل على هذا النهج. يعني بديت اطور من محتوي، احاول ان اطور من محتوي، اشوف فيديوهات تحفزني ان استمر في اليوتيوب، وايضا اشوف فيديوهات تعليميه عشان اطور من المونتاج ومن القناه مالي في اليوتيوب. فطبعا كنت مجتهد لدرجه اني وصلت فوق 300 مشترك. طبعا هذا لما كانت انا يعني قناتي كانت في ازدهار، لكن اليوتيوب قرر انه يحذف لي قناتي لاسباب صراحه ما اعرف واحد من هذه الاسباب، لكن في يعني اسباب لكن انا ما متاكد منها. ايش ما متاكد منها؟ يعني هل هو السبب انه عمري صغير، ولا هو سبب يعني انه جاني 3 كوبي رايت ولا اي شيء من هذا القبيل؟ صراحه ما عرفت السبب، بس قالوا لي رسلوا لي رساله انه بنحذف لي قناتك. فانا كنت صراحه مستغرب، يعني حلويش تحذفوا لي قناتي، انا ما مسوي شيء. يعني تقريبا انا ما اعرف صراحه الكوبي رايت ولا العمر ولا ويش، ما اعرف صراحه السبب. فطبعا خلوني اعرفكم عن نفسي. انا سعيد زاهر الغبري،
من سلطنة عمان، وأنا حاليا في الصف العاشر. طبعا يا جماعة الخير كذا خلص المقطع. أتمنى أنكم تدعمون بزر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات والاشتراك في القناة، وبس. سلام.